وجد المتابع بتهم النصب والاحتيال الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي نفسه وسط موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات عن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مخلفا خسائر بشرية ومادية فادحة. جوادي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل وكثرة مشاكله القانونية تناول زلزال الحوز بشكل استفزازي وغير إنساني، وذلك بنشره تدوينة على حسابه الشخصي على الإنستغرام قال فيها: ما زال غادي يجي زلزال وشتا ما غاداش تصب، حين عارفين روسكم كيف دايرين، الله ياخد فيكم الحق. ولم يكتفي جوادي بذلك وأضاف قائلا: يا ربي شي زلزال آخر يدمر دمارا شاملا. وتعرض جوادي لهجوم شرس من طرف النشطاء المغاربة، حيث صبت مجمل ردودهم الغاضبة في اتجاه المطالبة بمتابعته قضائيا. ووصف كثيرون جوادي بالمفتقد للإنسانية، مستغربين تمنيه زلزالا آخر يضرب المغرب، مع العلم أن الذين يكتوون بنار الزلازل بشكل خاص هم الأبرياء والبسطاء الذين يعانون من آثارها بشكل كبير، وها هو زلزال الحوز خير دليل. هجوم المغاربة على جوادي لم يكن ليردعه، حيث عاد ليتحدى الجميع ويتهكم عليهم بستوري جاء فيها: دعواتكم شدني لاكريز ديال القلب، نقدر نموت وما معايا حتى واحد، أولا دعيو لي بالموت أحسن جزاكم الله، في إشارة إلى أنه لا يأبه ولا يكترث بدعواتهم ولا غضبهم عليه.